استعد وامضي إلى ملقى ومنبع كل جيد. آل الفقيه اللي مراجلهم فوق ما احنا نعتقد وقد قدرهم بين هذه القصيدة من كلمات الشاعر هشام عبد الملك المجيدي للعريس الغالي عمر الفقيه، وهي تهنئة مقدمة من إدارة شركة ريف طيبة المدير العام أبو عبد الرحمن محمد عبد الملك المجيدي. أبتدي باسم ربي وأنا موقن بوحدانيته معتقد، سبحانه اللي ما اتخذ صاحبه حاشا وماله وليد. من أنفسنا خلق أزواج وماله من الأنداد ند، هو الأحد هو الصمد هو الممجد والمجيد. وبعدها يا هاجسي بسري إلى أرض الكرامة، استعد وامضي إلى ملقى ومنبع كل جيد. واحضر أفراحهم كلها وانتبه يا هاجسي تبتعد، لأن صحبة رجال المكارم عيد والفين عيد. آل الفقيه اللي مراجلهم فوق ما احنا نعتقد وقد قدرهم بين المراجل في كل مرة يزيد. وهم ذي دائما بالعز مثل حاجة بالنوادر تنفرد، وهم مثل القمر يطلع لنا في كل منصف جديد. أما عمر يبقى بدرهم في الشهر ذا بنعتمد، مبروك له من كل شامخ من قريب ومن بعيد. مبروك له فالروح قد جاب التهاني مجتهد، مبروك له مليار في مليار وانا مليار ازيد. لانه رجل وافي وشعري لحسنه قد شهد، الله يجعل فرحته دايم وعمره مديد. والله يحفظه من كل عايب ونظرة من حسد، ويجعله ربي مدى الأعمار ضاحك سعيد. والله يرحم والده فالعين له كم تفتقد، والله يجعل دعانا يوصل إلى روحه بريد. ويا صلاتي على أحمد ويا صلاتي على أحمد صلاة عليها أستند، بها فرحنا يكتمل وقولنا يصبح سديد. وتبقى الصلاة على النبي نصر لنا من كل ضد، فيا من تصلي على النبي فيا من تصلي على النبي أحمد، فيا من تصلي على أحمد تنجو بها يوم الوعيد. فيا من تصلي على النبي تنجي بها يوم الوعيد. فيا من تصلي على أحمد تنجو بها يوم الوعيد. فيا من تصلي على النبي تنجي بها يوم الوعيد.